بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الصديقات، مرحبا بكم. كانت الهزيمة بالأمس. تقريبا كل شيء هضر على المبررات والمسببات ديالها. طبيعة الحال كان نقاش حول الاختيارات ديال المدرب، شكون اللي واجد 100% على حسب الظروف ديال والمعطيات ديال الماتش. طبيعة الحال بعض اللاعبين لأنهم كانوا في اختيار المدرب ما قدموش داك الأداء المرجو، ماشي كندافعوا عليهم ولكن ما غنحملهمش المسؤوليه. وبطبيعه الحال كانت الكارثه الكبرى اللي ميمكنش حتى واحد ينكرها، هي هو الظلم. ما ممكنش نهضروا على، شوف هذه الكلمه ديال الاخطاء التحكيميه اللي كيبغيو يسوقوها بعض المنابر التابعه لدوك الاجهزه الوصيه. كاين ظلم وكاين تعدي وكاين جور تحكيمي من وراه فساد كروي في هذه البلاد. شفت في موقع معروف دابا شي شويه كيقول لك حتى الهدف اللي سجل تطوان غير شرعي. هذه اللجنه ديال الحدقه، ديك اللجنه قالت لهم ان الهدف غير شرعي. حنا كنا تنتناقشوا على ضربه الجزاء اللي واضحه تثبت ان ذاك الهدف هو كان غير شرعي. بطبيعه الحال هاد النقاش اللي عند الرجاويين تيقولوا شنو المعمول. سؤال، حنا دابا نربعوا يدينا ونسكتوا ولا نبقاو ندبو؟ خاص تحرك. الوغ على مستوى الجماهير الرجاء الرياضي كاين هناك تنديد وكاين تحرك وكاين، ولكن للاسف حتى شي حد، لا لي زولترا لا الجمعيات لا الجمهور العادي لا المدونين لا الصفحات، ما عندهمش اليه قانونيه للتصدي لهذا الشيء. الوغ شكون حنايا كرجاويين؟ شكون المخاطب ديالنا الاول؟ هو الرئاسه، هي اداره النادي. بغينا نكتبوا المكتب المديري، للاسف ما عندناش مكتب مديري. كاين واحد السيد هو اللي كينفرد بالتسيير، غير يقضي الغرض، ما عندناش مشكل يكتبها حتى سميتو، غير يقضي الغرض. الوغ كنواجهوا رسائل، ولكن الظاهر هو ان السيد تيمارس انبطاح، ما كاينش ردة الفعل كبيره. البلاغات الله العظيم راه سنوات البلاغات كاينين، وكل ما تيكونوا البلاغات كل ما تيعفطوا عنا. البلاغات راه ديريكت تسلت المهملات. عطيني شي نهار ربحتي شي قضيه ببلاغ واكتفيتي، صيفطتي بلاغ انا اشكو كذا كذا الدقيقه كذا وربحتيه، نتحدى. ما يمكنش، ما غاديش تربحوا الا ما كانش. السيد غادي يخرج لنا غدا مع داك الراديو المعلوم، ما عرفتش اش غيوصل عند داك الراديو، سوى انه التطبيع معاهم. داك الراديو اللي مس بالرجاويين لحد الساعه باقي ما نتسامحوش معاهم، غادي عندهم ومع داك السيد المهرج مقدم البرنامج ما عرفتش غيقول. في العوض هاد السيد الرئيس ربما كان يدير واحد الندوه صحفيه، لان كاين معطيات وكوك الحق. ما حيلتي البرمجه ما حيلتي التحكيم، دير ندوه صحفيه كبيره في الاكاديمي ديال هذا، وكاين قنوات عالميه. جيو سيدي تفرتكم معكم هاد الجوقه. ولكن انبطاح، هاد الكلمه اللي كتضرب بزاف، انبطاح. الانبطاح عنده اسبابه. شنو هو الاسباب؟ هذا رابط لحد نجاوب شي، غندخل شي باش ما نطول، حيت بغيت نعطي بالتدقيق خصني ندير فيديو فيه ساعه او لايف. هذا تيرجع سبحان الله العظيم شي وحدين ولاو بدراويين اكثر من البدراوي. تخرج تهضر يخرجوا لك كذا. ما عنديش مشكل انا يهضروا، لان عندي قناعه اي رجاوي عنده الحق يقول حريه التعبير ديالو، يقول اللي بغا في حق النادي، نتفق معه ونختلف معه نحترمه. ولكن الغريب ونفس الواقعه ونفس الاشكال وقع مع مكتب مثلا السابق، خرجوا حيحوا على المكتب السابق، ونفس الواقعه وبالمعطيات ديما حنا كناكلوا العصا في التحكيم. هذا لا سكتوا سيدي، اش بغيتو ديروا هذا البدراوي؟ تيلقاو لي مبررات. او واش انت مع المؤسسه ولا مع الاشخاص؟ انيس محفوظ ما انباطح دق فلان انباطح، لا مبررات. لدرجه انا نقول لك واحد القضيه، ما كان اللي غيمول الفز يقفز. انا قريتها تدوينه وقال لي واحد الصديق، حيت والله ما كنتبع شكون اللي تيكتب اشنو فيها. واحد قال لي اشنو فيها، انا خسرنا. واش ولفتوا الرباحات؟ باش راك داخل القبعه، راه ربحتي 3 الباطات في الشامبيونز ليغ، خصك راك داخل المرشح الاول. لا خصني نربح مع تطوان، خصني نربحها مع تطوان، خصني نربحها مع تطوان. ما خصش يظلمني التحكيم. خصني نتصدى لهذا الشيء. ما تقولش شنو نحضر الراس نباطح.
خطر حاجه اللي كنتبلاو بها هو شي فئه من الجماهير تطبع مع الانبطاح ومع الفشل بذريعه الدعم والمسانده. راه ساندنا قبل منك السي ومازال تنساندو، راه دعمنا، راه وقيله، راه تنعاود شي وحدين فعلا هذوك الناس والله ما كانوش يعرفوا هذا الرئيس قبل ما يولي رئيس تكتب عليه الرجال تدعموا. عاد قال ندعم، علاش دعمنا؟ باش نجاوب بنيت هذا القوس حيت بزاف كيعجب الاشكال. تقول لي شنو المشكل عندك مع هذا الرئيس؟ انا ماني مع هذا الرئيس، ماني مناسب معاه، ماني خدام عنده، ماني بيني وبينه شي مشروع والو. العلاقه اللي كتجمعني بينه وبينه رئيس النادي وي هو حل فتره من الفترات مشكور اليه التواصل معاه مباشر مزيان. كان ما عمرنا جينا قلنا ليه شي حاجه شي غرض شخصي، الا كنا تنطالبوا شي حاجه مصلحه الرجاء وكندافعوا على الرجاء ودافعنا عليه هو، ماشي اللي سميتو ولا سواد عيونه. دافعنا عليه ضد المنابر اللي تهجمت عليه وضد الناس اللي كيجيو ليه من الداخل ومن الخارج حمايه له لانه رئيس النادي. اما كون ما كانش رئيس النادي ما خصوش عليه حتى تصدق، يقول لك انا تنعرفو ربما. اذا منين جات السيد اشكال عندي انا شخصيا، انا فين كاين عندي المشكل هو هذا السيد دعمنا على اساس انه البروفيل ديال المال والاعمال والاستثمار. ما تنقولوش جي صدق علينا، كنقول هذا السيد بالعلاقات ديالو اللي واصلين بالشركات بكذا بكذا غيدير لنا واحد الاستقرار المالي للنادي قار اللي وشي وحدين تقول لك وبلاتي هادشي راه خصهم متفقين. هادشي ماشي عصا عنده هذا الرئيس هذا البدراوي عنده شي عصا سحريه ضرب، ولكن المؤشرات ان السيد ملي كيوحل لك مثلا في ابسط الضروريات ديال النادي فما بالك بالاستثمارات الكبرى ديال النادي. اذا هو خدلنا من الاول. المشكل اللي عندنا ابار الانبطاح هو انه خدلنا، ما نقولوش كذب علينا وبيضقنا. هناك خدلان في المده ديال 8 شهور كنا خدلان. شحال من بروجي لاني خدلنا فيه وما داروش. لاني خلي الاستراتيجيات الكبيره على المدى البعيد، فهمتيني؟ راه من الرجاء خاص سكر في المستوى راه مشى قاد الاخر القديم. من الرجاء خاصها شركه ديال التونيات راه مشى ضمق بهذيك اللي كانت عند الاقزام وجابها وخلى ديك الشركه كتنصب على الرجاويين باقمصه بدون المستوى باثمنه عاليه، وكاين اللي توصلوا وكاين اللي ما توصلوش. الرئيس عولنا عليه باش يجيب لنا انتدابات كبرى سوبر. عندك فرقه في التوس هو ما عرفتش ولا تقول لهم عندي فرقه، عرفتي راه شي حوايج. والمشكله هو مقتنع، ما شكون تيكذب عليه؟ شكون هذا؟ قال لي راه عندي فرقه في التوس احسن من اللي داخلين. فين هي؟ شكون يكذب عليه؟ شكون؟ راه اسماء اللي ربي يسر فيهم. اما في الاول فاش قلتي لنا حنا جايين وغادي نديروا اكبر فريق قوي ما جبتيش لينا داك الفريق القوي. ما ندخلش باش ما نهربش على الموضوع، لان الموضوع ديالنا دابا هو خصو يواجه هاد المكر ديال البرمجه وديال التحكيم. اذا هاد السيد حيت شي وحدين تيقول لك وشنو في امكانو يديروا نتوما اش ديروا. حنا راه ملي كنقولوا ملي تيكون عندك الرئيس كيواجه راه النقطه ديال الجديده واعاده الماتش راه الجمهور كتبها ما عليك، والاداره استجبت ووقفت حتى هي. ومن وقفات كان ضغط جماهيري وكان قوه لان عندنا الحق وتعود الماتش بقوه القانون. خلي لك الحق ودير داكشي الهضره اللي تيقول. تعود الماتش بقوه القانون وباراده الرجاويين لن ننبطح. والله الا دللنا معكم في حقنا راه كنطلبوا الحق، ما نقولوش معطيونا صدقوا علينا. راه الرجاويين بغينا الحق، راه الرجاويين باغيين فيك السي البدراوي باغيين كتخدم. راه الرجاويين راه شوف شي الرجاوي والله العظيم ما كتهمو واش خسر ولا لا. شي خسر بالكره، شي ما يديش الالقاب، والله ما عنده مشكل. منين لقى الرئيس جاب انتدابات قويه وسهر على كل مستلزمات الفريق وكل شيء متوفر وكل شيء، ما عطاتش الكره. وكا الحق الرئيس دار اللي عليه. ملي كتلقى دوك الناس تيدقدقوا فينا والرئيس ديال المجهود ديالو الفور ديالو ندوى صحفي كبير وكيفسد وكيتصدى ليهم، لان هاد القضيه ديال الاستقلال المادي اللي كنقول لكم علاش تنامنوا بالبروفيل. اما تيكون عندك الرئيس قوي ماديا واللي حلات على فم الرجاء تيوجدها ليها، اما تيخدم حتى شي جهه باش تعاونوا ولا باش تساعدوا ولا باش تسهل عليه الامور مثلا ديال الملفات اللي تيجوا لا يقلب ولا هادي. قوي اللي حليتو عليها فيها
كما كيكون مرتبط بالامور سواء على المستوى العمل الشخصي ديالو ولا الخدمه ديالو الشخصيه وعلى مستوى الرجاء، فغيكون انبطاح، غيكون انبطاح، لانه تيفكر يقول كيفاش نغوت على هادي ونخسر هادي، لا اللي تمسني بعد عليها. حنا مبغيناش هاد البروفيل هذا، لهذا حنا ما كنقولوش يسير بحال هذاك، غير عرف وراك شعب رجاوي، وراك جمهور قوي، تكون معاه يكون معاك. باش ما نطولش، النقاش الاخر اللي كان ومثلا هضرنا على اللجنه، لان راه كارثه هذا الرئيس هذا. انا ما سوقيش في هذوك المنخرطين، انا من الاول وباقي تنقول اي واحد داز في التسير يعطي الرجاء التقار، اي واحد داز في التسير سواء منخرط والرؤساء يعطيونا التقار، بارك الله فيكم، والتالوك اللي قراب ليهم، حتى واحد بيدخل معك البدراوي تعجب. ولكن الوغ كما قلنا رافضين دوك الناس، ولكن السي الرئيس كان تيقول لنا غنجيب معايا مكتب قوي ماديا ومعنويا والكفاءات. هذا في الاول غنسيروا معايا ناس كفاءات، مرحبا سير والجمهور معاك. في الاخر تنكتشفوا بعد 6 شهور هو كيعترف تيقول لك قولبوني دوك اللي كانوا معايا ما عاونوني بوالو، شكون جايبهم؟ دوزنا شي اسماء على ما غد رغم ان عندهم شبهات حولهم، والان عندك فراغ في المكتب، جيب واحد اللجان، ميمكنش خلي اللجنه التنظيميه. انا جاي لها باسهاب بنيه التحتيه، واقيلا هذيك السيده كتصحاب بنيه التحتيه اللجنه هي دير الشجره في باب الاكاديميه، لا كفاءه لا تسيير لا خبره لا والو. دوز واحد في العلاقات ما بين الجمهور والجمعيات، هو باش يدير توافق معهم، هو ما عنده، هو ما قادر يحل حتى اشكال عنده في المجلس ديالو اللي كيسير واحد البلديه بن حمد. غريب، عندهم حتى علاقه بالتسيير الرياضي. اما مولاتي اللجنه التنظيميه اللي جاي لها داك السيد دابا يصحاب، انا ما عنديش، راه واحد القضيه نقولها لكم، هاد الناس والله ما تلاقيت معاهم ولا كنعرفهم، ولكن تنعرف كثير عليهم تبع. انطرش على المستوى الشخصي ديال الانسان، واش يحل مشاكله، شكون هذا المشكل 30 مليون 80 مليون ولا المشاكل ضرب غلاف ولا ما سوقيش. واش السيد رئيس اللجنه التنظيميه اللي جبتو واش قاد عليها بالمعطيات الدقيقه؟ ما قادش. الجاب الجاب راه حاج حنان تبارك الله اللي خاصو يخرج منصف، نصفوا هذاك السيد. واش السي الرئيس انت واقيلا كتدخل من باب واحد وكتمشي وكتهود هذا المنصه الشرفيه وكتوقف، واش عمرك درتي شي دوره على التيران خارجيا في وقت دخول الجمهور؟ واش عارف المعاناه في الباب، في المكانه الباب 5 ولا مثلا باب 4 ولا مثلا باب 3، داك الهمزه عند الباب 3 وباب 2 بدرجه اقل، ولا هموس تماك. واش تقدر تمشي تصدى؟ واش هذا رئيس اللجنه ماشي كنا اللي يدير عصا وقف تماك؟ واش يعرف مثلا على الاقل واش عنده العلاقات باش يسير داك المرفق في الرجاء؟ ما قلناش يسير كلشي غديرو، راه انت براسك باش تعرفوا ما قادينش على الخدمات السي الرئيس باش جبتي لهم واحد الناس خلصتيهم باش يعاونوهم. اش يفهموا في التنظيم؟ واش تعرف شنو هو التنظيم؟ واش عرفتي المعاناه ديال الجمهور؟ واش عرفتي الناس اللي كيدخل 10 اللي يبيعوا الشرا في التيكيت اللي كيدير؟ واش عرفتي الروينه بلا ما نذكر لك الاسماء؟ راهم رجاويين اللي واقفين في البيبان اللي صمون بكمونا حالين فماتهم بلا ما نقولوا لنا كتواطؤ مع بعض المافيات. كيفاش يعقل ان الرجاوي السي والرجاوي مخلص عنده لاكارت ديال الاشتراك السنويه، عنده بطاقه ديالو شاريه، يجي قبل الماتش بدقيقه خصو يدخل يلقى فين يدخل. التيران عامر، اذا داخل واحد هارف ليه على بلاصتو. شكون دخلو؟ اما شي واحد مرتشي باع ليه التيكيت، اما باك صاحبي داخلو بلاصتو. هذا راه واقع. مرحبا قاد على هذا الشيء، غيحد من هذه الممارسات بلا ما نقولوا واش واقع في هذيك المنصه وديك العراضات وبوس وداك الشيء. هضروا انا على البيبليك اللي كيهمني كله. تيران عامر من مظاهر انبطاح ديال الرئيس هذيك كازا ايفنت. كنسمعوا الارض راه مصوا لنا الدم ديال الرجاويين اللي تيخلصوا الفلوس باش يعاونوا الفرقه، ودرتي لهم اغلى ثمن في تاريخ الرجاء. ادويه السي المدون ولا السي هذا الزيات وانيس محفوظ فاش كانوا تيزيدوا هذيك كنا نغوتوا، انا نغوت على هذا. ينقص من الثمن على الرجاويين، ينقص على من الثمن من الرجاويين. بركه من نص الدم ديال الرجاوي اللي كيمشي 2 مرات في السيمانه للماتش.
حنا راه ما كنقولوش يسير بحال هاتك. الرسائل ديالنا هو التدارك، دافع على الراجا وعاون فرقه مزيان. السلام عليكم. ديما راجا.